انا دوري مش مؤثر زي رقم واحد طبعا. انت فاهمني، لان انا هتعامل كاني رقم اتنين، وعند اللعيبه انا رقم اتنين وقدام الناس كلها رقم اتنين، وعند اللعيب. يعني مثلا انا بقول لك انا من صاحب قرار، انت فاهمني، في راجل رقم واحد وانا بتعامل معاه على الاساس ده كويس. لكن هم شايفين من وجهه نظرهم ان احنا ما نقدرش نشيل. خلاص وجهه نظرهم تحترم، انتوا جبتوني عشان اشتغل رقم اتنين مع اشرف قاسم، مش الكابتن اشرف قاسم جبتوا الكابتن حماده مرزوق وانت هتشتغل معاه رقم اتنين، خلاص اوكي، ده ناديه. بس برضه ما انا فاهم والله. هو احنا لما ممكن لو حضرتك برضه صعدت سمنود كنت ممكن تكمل معاها، بس بنحس ايه نادينا عزنا خلاص. لا غير ان انا اكمل مع سمنود، غير ان انا اكمل مع سمنود، هو بيني وبينك هي برضك خطوه. انا ممكن اكون انا كنت المفروض شقيت طريقي كرقم واحد، لانك انت برضك انا عايز اقول ان انا اشتغلت في سمنود مثلا في درجه ثالثه، مش هقول لك مثلا أيوة مستوى اقل من مستوى، لكن طول ما انت صاحب قرار وحاسس بقيمه نفسك قوي، صعب قوي ان انت بعد ما تبقى كل حاجه وانت قرار في ايديك في كل حاجه تيجي النادي، حتى تيجي نادي طنطا، حتى لو نادي طنطا اكبر في المستوى اعلى في المستوى، وتبقى خلاص كل الخصائص والاصطلاحيات اتاخدت منك. انت يعني مش الوضع بالنسبه لك صعب. يعني انا ممكن اكون اتعذبت عذاب كبير جدا. طب بالنسبه دي يعني مثلا حضرتك السنه دي مش موجود في الجهاز، حضرتك ناوي ترجع نادي طنطا كرقم واحد؟ رقم واحد، مش هترجع تاني خلاص مدرب معاك خالص، انتهت خلاص؟ لا بجد خالص. يعني انا يعني بص هقول لك حاجه، ممكن تحصل في الامور ماشي، يعني ممكن تحصل في الامور ممكن مثلا واحد زي كابتن رضا عبد العال مثلا يجي في وقت من الاوقات مثلا ممكن ما حدش عارف. هنتكلم في وضع كابتن رضا. لا يعني اقصد ايوه انت بتسالني سؤال. ايوه انا بتكلم ان حضرتك امنيتي غير الواقع اللي ممكن يحصل. يعني ايه غير الواقع؟ خلينا نتكلم بواقعيه شويه ساعه. يعني انا ممكن دلوقتي ما يجيليش شغل، تمام كويس، نادي طنطا جه عازمي مثلا وقال لي مثلا انت تشتغل مع رضا عبد العال، غصب عنك هتوافق، تمام، حتى لو انت يعني مش حابب ان انت تبقى رقم اتنين، بس غصب عنك الحاجات كتير بقى، يعني انت مش عايز تبعد، عايز تبقى موجود دايما شغال، عايز وعايز. انما على الاماني من جوايا لا طبعا، انا نفسي ان انا يعني لو همسك اقل من طنطا بس مدير فني اتمنى طبعا رقم واحد برضه. طبعا. نيجي بقى للدور الثاني. انا كده خلينا تصريح من حضرتك ان حضرتك خلاص راجع. لا انا متاكد ان انا خلاص، يعني انا متاكد ان انا خلاص، حتى لو كابتن رضا عبد العال صمم عليا انا متاكد ان انا خلاص، يعني انا متاكد ان هم يعني في النادي مش حابين ان انا ابقى موجود. ايوه ليه؟ ما انا برضك انا يعني مش عارف ليه، يعني انت فاهم، يعني انا مش عارف ليه. يعني انا برضك عايز اقول لك ان انا شفت كتير قوي وسكت كتير جدا. شفت تشكيل بيتحاش مني، شفت محاضرة بتتقال في غيابي، تشكيل محاضرة طبعا حاجات كتير، تشكيل وعلى فكرة اشتكيت وكان رد الفعل. لا عارفين كل حاجة يعني. لا رد الفعل مجلس الإدارة طبعا. مجلس الإدارة عشان لا هو مجلس الإدارة. أنا ما بشتكيش لمجلس الإدارة عشان تبقى عارف، ما هو الناس المسؤولة عن الكورة. انا لما بشتكي للمفروض اللي هيوصل لمجلس الإدارة. ما انا الناس المسؤولة عن الكورة، ما اقدرش اخش الاستاذ فايز واخد بالك، ايوه، واقول له مثلا ده حصل كذا 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 كذا. هو كابتن بيتكلم كابتن زوري، كابتن بيتكلم كابتن محمد شوقي، لان انا عارف ان في اولويات وفي تضرر وفي حلقه وصل بين في تضرر. ايوه انا معانا مثلا واحد زي كابتن زوري، معانا واحد زي كابتن محمد شوقي، الناس ديت مسؤوله عن لجنه الكوره، معانا في كابتن عجيبه، معانا كابتن رضا سامي، ناس في اللجنه الفنيه. انا لما كنت بقول وانا كان في اعتقادي ان هم بيوصلوا، ايوه، فلما كنت بشتكي للناس ديت بحيث ان الناس اللي فوق او مجلس الاداره يبقى عارف المعلومه دي. انا جيت للكابتن محمد شوقي قلت له انا عايز امشي. امتى؟ في رمضان بالظبط بالتحديد. في الدور الاولاني. قلت له انا عايز امشي، انا حاسس ان انا ماليش دور، انا دلوقتي ماليش دور. الراجل اللي عامل طب كان رد الفعل ايه؟ مفيش رد فعل. يعني انا عايز امشي خلاص، انا مش مفيش حد من اللجان اللي كانت موجوده معلش كان بيقدر يتكلم مع كابتن او بيتكلم مع كابتن اشرف، يعني ما كانش حد يعني بيتكلم معاه، يعني مثلا او ياخد معاه موقف او ما كانش فيه من اللجان. لا دي انا متاكد منها 100%. فانا يعني انا بقول لك يعني، فطبعا يعني لا كان في حاجات كتير بتحصل معايا، بقول لك تشكيل كان بيستخبى عني. انا اوقات كتير جدا ما كنتش بعرف التشكيله اللي قبل الماتش بحاجات بسيطه. مفيش مساحه في الشغل، مفيش افادان راي في حاجه. حاسس دايما
ان الكابتن ممكن يكون. طب اعذرني في الكلمة، هو تكملة عدد الجهاز. نعم. انا حضرتك حسيت ان حضرتك تكملة عدد الجهاز بس. يعني ما اعرفش ليه، يعني انا ما اعرفش ليه، يعني ما جايز انا مثلا هو يعني كابتن اشرف كان مقتنع مثلا ان انا مثلا مش مدرب كويس، ممكن يعني انا مش هفيده، ممكن، انت فاهمني. هو اكيد كده، يعني اكيد هو حس الاحساس دوت، بدليل ان انا سمعت بعد كده ان هو بعد ماتش الاولمبي كان محضر بعد ماتش الجهاز الفني كله بالكامل ما عدا كابتن محمد شوقي. لا هو محمد، لا هو خالد الشامي طبعا. هو كان تحديدا حضرتك وكابتن جمال. ما اعرفش بقى، ممكن يعني. فليه برضه؟ فهو طبعا اكيد ان الكابتن جمال بشير مثلا الراجل الاداري مش شايف شغله كويس، وعبد الله الصاوي طبعا قليل ومش شايف شغله كويس، فحقه هو من وجهه نظره كده حقه، مفيش مشكله. طب برضه يا كابتن انا ما عرفتش، انت لما حضرتك طلبت ان انت تمشي في رمضان كان رد الفعل ايه؟ ولا حاجه، اصبر يعني اصبر لحد امتى؟ ما اعرفش، اصبر لما جه في رمضان. طب مين اللي قال لحضرتك اصبر؟ كابتن محمد شوقي بالتحديد، في تمرين في رمضان بالليل، التمرين ده كان فيه مجموعه من المجموعه لعيبه هيزودوا، انت فاهمني، عايز الفتنس بتاعهم اقل شويه فعايزين يزودوا. الكابتن اشرف طلب من الراجل اللي هو معانا مخطط الاحمال الكابتن خالد الشامي ان في عندك 9 لعيبه او 8 لعيبه دول هتشتغل معاهم بالليل بعد الشغل اللي احنا اشتغلناه بالنهار. طبعا الحاجات دي تتقال لنا، ما تتقالش. طب ممكن مثلا هو هيبقى ايه؟ رفع لياقه بدنيه. انا جاي لابس قميص وبنطلون بعد الفطار، لان كان الشغل ده هيبقى بعد الفطار. انا جاي لابس قميص وبنطلون لان انا ما انطلبش مني ان انا ابقى موجود في التمرين. يعني التمرين بيتعمل في عدم وجود المدرب العام والمدير الفني مش موجود، يعني المدير الفني مش موجود والتمرين. ما ده اللي انا عايز اجي لحضرتك فيه. وجود مخطط الاحمال والمدرب العام موجود. ده اللي انا عايز اقول لحضرتك فيه. هو مخطط احمال هيرفع معدل اللياقه البدنيه كويس. هو المفروض حضرتك تكون مشرف على اللي بيحصل. عايز اوصل لك حاجه، انا ممكن ارفع معدل اللياقه البدنيه بالكوره، انت فاهمني، يعني انا ممكن ارفع معدل اللياقه البدنيه بالكوره، شغل كوره الشغل هيحبه، يعني اداء مهاري ببدني، انت فاهمني. بعكس طبعا انا، يعني انت لما تيجي تاخد مثلا شغل بدني بس وانت مش في فتره اعداد، ده انت بتزود. ولا لما تاخد شغل بدني مهاري بالكوره يبقى منه اللعيب وهو بيشتغل وهو بيعمله، انت خدت كمدرب اللي انت عايزه منه وهو اداهولك عشان في داخل في شغل الكوره اللي هو خد احساس الكوره برضه اللي هو بيحبها، فمش هيحس بتعب، هيديك اللي انت عايزه بس مع عدم احساسه بالتعب. أيوة. ليه؟ لانه هو بيديها لك بالكوره، فانت فاهمني. فطبعا ما كانش ليا شغل، او هو كمان يعني معلش انا مع احترامي برضك انا مش بتكلم في حاجه. كابتن اشرف قاسم لما كان بيغيب يوم وكان غالبا بيبقى اليوم اللي هو المفروض اول بدايه الاسبوع، عملها مره او مرتين وما كانش غابه كتير. هو غاب مثلا في الفتره اللي قعدها معانا ممكن كان يقولوا يوم تقريبا مرتين. كان فعلا تعبان عنده برد وكده. كنا متعودين ان هو مثلا كان بيعمل مثلا تحمل عام في اول التمرين ولا الشغل خلاص ويخش مثلا صاله حديد او حاجه ونعمل تقسيمه صغيره كده. لما كان بيغيب كان شغل الكوره بيتلغى، كنا بنعمل التحمل العام وصاله الحديد بس، شغل الكوره كان بيتلغى. طب ما كانش بيقول لحضرتك يا كابتن عبد الله في واحد دور؟ انا ماليش دور، وانا كده ليا دور خلاص. شغل البدني مع مخطط الاحمال، حتى شغل الكوره اللي المفروض انا هعمله اللي هو بيعمله كان بيلغيه، يقول لي هنعمل كذا ونعمل كذا بس، فخلاص شغل الكوره اتلغى، يبقى انا دوري اتلغى خلاص. فالشغل بدني يبقى خالد اللي هيشتغل بس، واشتكيت ومفيش فايده. ماشي، ده بالنسبه للموضوع الاولاني مع الكابتن اشرف. جه كابتن حماده طبعا رحبت بيه واشتغلت معاه كراجل رقم 2 كويس. بامانه انا وقفت جنبه يعني بمعنى اصح.